مش كل غياب اسمه ضغط، في غياب اسمه هروب. يلا نبتدي حكايتنا وهستناكوا تقولولي رأيكوا ايه. في رجالة لما تحصل مشكلة ما تقعدش تحل، تسيب البيت وتسيب المسؤولية وتسيب الست تواجه المسؤولية والحياة بالولاد لوحدها. يمشي بالشهور ويمنع المصروف ويخلي الزوجة تشيل اللي ما يتشالش وتصرف وتستحمل وتسكت علشان العيال، وبعدين يرجع يعتذر ويقول غلطت كنت مضغوط سامحيني، والست تسامح علشان بيتها وعلشان ولادها، علشان قلبها اللي لسه بيحب. لكن السؤال الحقيقي هنا مش نسامح ولا لأ، السؤال هو الغلط ده بيتكرر ليه؟ لأن الغلطة اللي بتتكرر مش ضعف، ده اختيار. اللي يسيب بيته وقت الخلاف مش بيتعلم يحل، هو بيتعود يهرب. واللي بيمنع النفقة مش بيعاقب مراته، ده بيعاقب ولاده قبل أي حد. الصبر مش انك تشيلي لوحدك ولا انك تفضلي تستحملي أذى متكرر. الصبر الحقيقي انك تقفي وتحطي حدود وتقولي كفاية. مش كل رجوع توبة ومش كل اعتذار تغيير. في رجوع علشان الإنسان يريح ضميره مش علشان يصلح. والست القوية مش اللي تستحمل للأبد، القوية هي اللي تعرف امتى الصبر بقى وجع وامتى السكوت بقى خسارة. البيوت ما بتتبنيش بالغياب ولا بالضغط ولا بالخوف، البيوت بتتبني بالمسؤولية والأمان والوجود وقت الشدة. وفي النهاية اللي بيحب ما بيسيبش، واللي مسؤول ما يهربش.